السلام عليكم واسعد الله صباحكم بكل خير يا شباب. اليوم انا بعمل لكم هذا الفيديو طبعا قبل 5 ايام او 4 ايام. فيه يعني تناقل يعني في مواقع التواصل الاجتماعي والاخبار انه في بيت سقوط سقف بيت في منطقة باب اليمن امام مستشفى الثورة، وانا الان في هذا المكان بنصورها لكم. شوفوا يا شباب، هذا هو البيت تمام. الله يستر بس على الجميع وخصوصا ايام الامطار. البيت طبعا يا شباب هو متواجد هنا في شارع خولان جهة باب اليمن امام مستشفى الثورة بالضبط. اوكي، وبصور لكم حتى من داخل يا شباب. هذا معلقين كانوا كم اللي ماتوا هنا؟ الله يرحمهم الله يرحمهم. يعني المشكلة انه دحين هبط كامل السقف مع حق الكل تحت، صح؟ وكان فندق هذا، صح؟ وهذه المشكلة. بس هذاك البيت هذاك وتبعهم هذا الجهة هذا كامل، الله يرحمهم. هذا بس كان يعني شعبي قديم، حتى شوف الخشب قديم فوق ياجوج. ما فعلت فواصل، شربت مع المطر، الله يعينهم. هذا طبعا هذا واحد من الناس الناجين من هذا يعني هذا الدمار اللي حصل على هذا البيت. فين كنت انت بالضبط؟ كنا على اساس الساعة 5:30 قبل المغرب داخل البوفيه. الساعة 5:30 قبل المغرب داخل البوفيه. هذه كانت بوفيه. فهبطت فجأة بدون أي سبب عندنا، والحمد لله خرجنا من الركام بخير الحمد لله، ورحم الله الزملاء 2 عمال و2 مواطنين. يعني يا شباب يقول لكم يعني الحمد لله هو نجا هو و2 يعني عمال و2 مواطنين كانوا داخل هذه البوفيه، وكانوا من يعني ضمن الناس اللي كانوا ايش اسمك انت؟ هاني الشلفي. حياك يا هاني الشلفي، والحمد لله على سلامتك. وانت كنت معاهم؟ انت كنت في الدور الثالث. هذا كان في الدور الثالث يا شباب. فين كنت هناك في الدور الثالث طالع؟ نعم في الدور الثالث، ما دريت الا وانا داخل البقالة. اوه، يعني انت كنت في الدور الثالث، يعني كنت من ضمن النزلاء حق الفندق؟ لا هو ما عادش فندق، ما عاد الا سكان احنا العمال. العمال؟ نعم. ويعني ما دريت نفسك الا وقد انت؟ لو قدنا في البقالة طحصنا فلتت العنارب كلها. سلم الله سلم الله. الله يسلمك. طيب ايش كان يعني ردة فعلك هذيك اللحظة؟ ايش ردة فعلي؟ يعني اشتي اخرج الاصحاب والزملاء من داخل. يعني شاهدنا الموت، يعني عرفنا كلمة الموت الحقيقي اثناء الحادث. صح، في هذه اللحظة الواحد يعني يحس ان الموت قريب من الانسان. من حبل الوريد. هذا الواقع. بس شوف تمام، يعني كان اول شيء تفكر فيه انه زملائك، يعني انت اول ما عرفت نفسك انك نجيت فكرت زملائك. زملائي ولا ادور حاجة غير زملائي. طيب زملائك يعني كلهم الحمد لله نحمد الله ونشكره انتهوا 4. ماتوا 4؟ نعم. الله يرحمهم. قدوا مكتوب لهم. الامر بيد الله. الامر بيد الله. الله يعينكم الله يعينكم. اسلم يا شباب. بعد ما صورت لكم المكان وصورنا لكم يعني الناس الناجين اللي كانوا من ضمن الضحايا حق هذا المكان، طبعا الآن بيقولوا لي يعني انه القضية يعني او صاحب البيت مهمل للموضوع، وان شاء الله جاري يعني الاجراءات الامنية والقانونية سيتم تنفيذها في كل الاحوال. يا شباب نصيحتي يعني ونصيحتي للجميع انه الكل يركز هذه الايام مع اجواء الامطار، يعني خصوصا البيوت القديمه والبيوت الشعبيه، انه ياخذوا بالحيطه والحذر. وان شاء الله بنعمل لكم تغطيات اخرى يعني من عده اماكن. في امان الله.